يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم وصفة من الوصفات الهندية اللي هي الدبيازة. الوصفة هذه من الوصفات اللذيذة وقدمتها مع رز بالشعرية، فيكم تقدمون مع رز أبيض أو مع الخبز مثل ما تحبون. أول خطوة عندي الدجاج، قطعتها إلى 8 قطع وأحط عليها تشكيلة من البهارات والزنجبيل والثوم وأخلطهم على جنب. الخطوة الثانية عندي علبة زبادي وأضيف لها تشكيلة من البهارات وأخلطهم على جنب. ونبدأ وصفتنا. في قدر حطيت عليها شوية زيت، أنزل عليها البصل وأبدأ أحمسهم لغاية ما يشقر. بعد ما شقر عندي البصل أنزل عليه الثوم والزنجبيل والملح. أنزل عليهم طماطم معصورة وحطيت عليها عروق فلفل حار وهذا اختياري. بعد ما تسبكت عندي الطماطم أنزل عليهم خليط الزبادي واتركهم يتسبكوا شوية. نزلت الدجاج على الخليط ونزلت عليهم كوب من الموية المغلية واتركها تطبخ لمدة نصف ساعة لغاية ما يبدأ يستوي عندي الدجاج. الدجاج استوى، الخمس دقائق الأخيرة نزل حبة طماطم وحبة بصل وكزبرة واتركهم 5 دقائق واطفي عليهم ويكون كذا الوصفة معنا صارت جاهزة. وصفتنا كذا صارت جاهزة وقدمتها مع رز بالشعرية، فيكم تقدموه مثل ما انتم تحبون، وهني وعافية.